ازيكم عاملين ايه؟ بعد ما خلصت سلسلة شرح منتجات لاروش بوزيه لقيت ناس كتير طلبت مني في التعليقات يا دكتور يعني اعمل لنا بقى ايه روتين كامل من لاروش بوزيه للبشرة الدهنية، يعني مش تقعد تشرح لنا بقى منتج خلصنا يا عم. فقلت ماشي نعمل روتين للبشرة الدهنية العادية اللي هي امورها تمام بس شوية افرازات دهنية كده، وهنعمل روتين للبشرة الدهنية اللي متدمرة ماشي حبوب ومسامات والدنيا بايظة معاها خالص. فركزوا معايا عشان فعلا الفيديو مهم وهيريحكم بقى وانتوا بتختاروا بعد كده الروتين بتاعكم. طيب اول حاجة لو البشرة دهنية عادية نستعمل ايه؟ هنستعمل الغسول افاكلار جل اللي هو لونه ازرق العادي اللي هو ده افاكلار جل، وده لان فيه مواد خفيفه يعني على البشره زي الزنك والال اتش اي اللي هو من مشتقات السلسليك اسيد، فهيدينا تنظيف كويس والمسامات ويشيل الطبقه الدهنيه الزياده بدون ما يعمل تحسس للبشره. حلوين. طب بعد الغسول هنستعمل ايه؟ هنستعمل التونر. التونر برضو لاروش بوزيه مش معايا دلوقتي بس انتوا اكيد عارفينه، عشان نشيل الشوائب اللي متبقيه من الغسول وبرضو ننضف المسامات كويس عشان لو هنستعمل سيرم او كريم بعد كده يمتص بكل سهوله. حلوين. بعد كده نستعمل الصبح سيرم نياسيناميد. طيب ليه هنستعمله الصبح؟ اولا لان هو مش هيعمل تحسس ومش هيأذي البشرة اثناء التعرض للشمس، تمام؟ وكمان ان هو بينظم الافرازات الدهنية وكمان بيساعد في تضييق المسامات. يبقى احنا استعملنا غسول تونر بعدين سيرم ينظم لنا الافرازات الدهنية عشان الدنيا ايه ما تسحش مننا بعد كده. حلوين. السيرم اللي هو النياسيناميد ده اكيد كلكم عارفين. رابع حاجه نستعمل المرطب اللي هو الافاكلار الاتش الايزوبيوم، مرطب خفيف قوامه خفيف على البشره وسريع الامتصاص وكمان في بكتيريا نافعه بيعزز من مناعه البشره اللي هو ده. حلوين كده. ماشي. نختم بيه بقى الصبح واحنا خارجين قبل ما نخرج بنص ساعه واقي الشمس اللي هو الفلويد الخفيف السائل اللي هو ده، وده الاصدار الجديد منه اللي هو اويل كنترول غير الاولاني. طب ايه الفرق في ده؟ ان هو اولا في مواد ماتيفاينج بتعمل تنظيم برضو الافرازات الدهنيه وتقلل اللمعان، كمان نسبه الحمايه فيه اعلى من الاولاني، كمان قوامه خفيف جدا دراي تاتش. حلو كده. يبقى ده روتين لبشره دهنيه عاديه الصبح: غسول تونر سيرم نياسيناميد افاكلار اتش ايزوبيوم واقي الشمس الفلويد. اظن تمام قوي كده. طيب خلصنا النهاري هنخش بقى على الليل. نستعمل ايه بالليل؟ اول حاجه طبعا الغسول اللي هو الافاكلار الجل العادي اللي هو اللي لونه ازرق اهو. تاني حاجه التونر برضو عشان ننضف اكتر البشره ولو في ميك اب ولا حاجه ننضف المسامات اعمق. طيب تالت حاجه ممكن نستعمل تاني سيرم النياسيناميد كنوع من انواع برضو اللي انا بحافظ على البشره والافرازات الدهنيه، او مثلا اللي حابب يستعمل فيتامين سي، اللي حابب يستعمل هالورونيك اسيد، البشره مثلا فيها مشاكل فبتعالجها تصبغات مثلا، كل ده ممكن نستعمله بالليل. طيب بعد السيرم ممكن نستعمل ايه؟ حاجه رابعه ممكن تكون البشره دي دهنيه بس فيها بعض الرؤوس السوداء، ممكن تكون بشره دهنيه عاديه بس يعني حبايه طلعت كده ولا كده، فممكن نستعمل لها تريتمنت بالليل برضو زي مين؟ زي افاكلار ديو بلس ام. طب ليه الام؟ يعني ده تعتبر احدث حاجه نزلت وهو نفس القديم بس برضه مضاف عليه بكتيريا نافعه، فيفضل ان هو اللي يستعمل بالليل. نستعمله على مكان الحبايه بس، مكان الحبايه بس، او مثلا لو في رؤوس سودا في الانف ولا حاجه او في الجبهه. يبقى غسول تونر سيرم كريم معالج وبعد منه برضه الكريم المرطب اللي هو الاتش ايزوبيوم. حلوين. ده كده روتين كامل بشره دهنيه عاديه نهاري وليل. طيب نخش على النوع التاني الاعلى شويه اللي هي بشره دهنيه متدمره، يعني بشره دهنيه افرازات دهنيه عنيفه، حبوب كبيره، مسامات واسعه ومحتاجه روتين اقوى شويه. نستعمل ايه؟ هنستعمل غسول افاكلار جل اللي لونه اخضر. حلوين. طب ليه اللي لونه اخضر؟ اللي هو ده لان فيه 2% سلسليك اسيد، وده يا جماعه البشره الدهنيه العاديه ما تبقاش عندها فضول كده وتروح تستعمله، لان 2% سلسليك اسيد نسبه عاليه، محتاجه بشره دهنيه فعلا بتفرز دهون زياده وعندها مشاكل وحبوب عشان تخش تتعامل بقى. السلسليك اسيد يدوب الدهون في المسامات ويعالج الحبوب ويصفي البشره كده فعلا. تاني حاجه هنستعملها ايه؟ هنستعمل التونر من لاروش بوزيه برضو عشان ينظف المسامات اعمق
ويشيل الشوايب اللي على سطح البشره. حلوين. طيب تالت حاجه بقى نستعملها ايه هي؟ هنستعمل الصبح بعد التونر سيروم النياسيناميد برضو برضو هو ده، عشان برضو نشيل اللهم صل على النبي، ننظم الافرازات الدهنيه، وبرضو يضيق المسامات، وكمان يكون له دور في علاج مثلا اثر حبوب ولا حاجه بنيه، يبقى برضو بيساهم في علاجها. يبقى غسول، تونر، سيرم نياسيناميد، ورابع حاجه افاكلار اتش ال مرطب اللي احنا عارفينه ده. وبرضو واحنا خارجين قبلها بنص ساعه هنحط واقي الشمس اللي فيه الاويل كنترول الجديد، عشان برضو يمنع اللمعه اللي بتظهر على البشره، وبرضو يحمي البشره من اشعه الشمس. ده كده الروتين النهاري. حلو قوي. طيب الروتين الليلي بقى ايه اللي هيختلف فيه؟ تعالوا اقول لكم. الغسول زي ما هو الاخضر، التونر زي ما هو، السيرم هيكون لاروش بوزيه افاكلار كونسنتريتد، عارفينه اللي هو لونه اخضر، هو ده. طب ده ليه بقى؟ ده عشان فيه ساليسيليك اسيد. حلو. فاحنا عايزين نشيل برضو الافرازات الدهنيه الزياده اللي طلعت، وننضف المسامات، ونضيق المسامات، والحبوب اللي تحت الجلد الصغيره دي برضو هنعالجها. فهو بيعمل اكتر من وظيفه، وبنستعمله بالليل لان ممكن الصبح مع الشمس يحصل تهيج او تحسس للبشره. طيب هنستعمله كل يوم؟ لا مش هنستعمله كل يوم. الافاكلار يا جماعه الساليسيليك اسيد من لاروش بوزيه مش كل يوم، يوم ويوم لا، عشان نحافظ على حاجز البشره. ما ينفعش نحط ساليسيليك اسيد كتير على البشره كل يوم. خلاص. يبقى الغسول الاخضر، التونر، السيرم الافاكلار الاخضر اللي هو الكونسنتريتد. بعدين لو في حبوب او رؤوس سوداء او اثار حتى حبوب لسه فريش، هنستعمل عليها ايه؟ لو فاكرين تريتمنت اللي هو الافاكلار ديو بلس ام اللي هو ده. بعد السيرم بعد السيرم هنحطه ازاي؟ على اماكن الحبوب بس، او اماكن المسامات الواسعه بس، او اماكن الرؤوس السوداء بس، مش على الوش بالكامل عشان ما يحصلش تحسس او تهيج. والنبي يا جماعه اللي بيستعملوا الحاجه على الوش بالكامل ويجي يقول لك في الكومنتات انا استعملت على الحاجه وما حصليش حاجه وانت مش فاهم حاجه، يا عم اعمل اللي انت عايزه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. الواحد بس يعمل المعلومه لوجه الله ونصيحه وبس، مش اكتر، من غير ما نغلط في بعض. طيب هنختم بايه؟ خلاص بقى نختم بالافاكلار اتش ايزوبيون المرطب. يعني مفيش سيرم دلع كده نحطه بالليل فيتامين سي ولا يعني انا رايي البشره الدهنيه اللي فيها مشاكل نحل مشاكلنا الاول، بعدين نبدا نتدلع بقى نحط فيتامين سي ولا هيالورونيك اسيد ولا. لكن ما ينفعش في وسط الحاجات دي اروح مدخل فيتامين سي بقى، واروح مدخل بالليل ريتينول وندمر الدنيا ونفرتك البشره اكتر ما هي اصلا متدمر. حلوين قوي كده. عملنا روتين للبشره العاديه الدهنيه العاديه، وروتين للبشره الدهنيه المتكحرطه. في حاجه بقى عايز اقولها في وسط كل المعمعه دي، حد هيطلع يقول لا استعمل السيكا بلاست برضه، والله ما ينفع. يعني انت لو بشرتك دهنيه والله ما ينفع تقول لي ليه، ما انا استعملته وظبط الدنيا، والله حاله وسط كل 100 حاله مثلا. ده مرمم وقوامه تقيل وممكن يوسع المسامات ويطلع حبوب تحت الجلد. طب ليه في ناس بتكتبه، دكاتره بيكتبوه 1000000%، لا اما بعد ليزر ولمده 7 ايام او 10 ايام، او بعد مثلا قرص تقشير قوي جدا فبيعمل ترميم لحاجز البشره وبرده اخره 7 ايام 10 ايام، وبينصح المريض بعد كده يمشي على روتين للبشره الدهنيه العاديه بتاعته خالص. تمام. طيب ايه اللي ممكن بقى نعمله في الاخر بعد كل اللي احنا قلناه ده عشان نحافظ على البشره كل اسبوع او كل شهر؟ مثلا نستعمل مقشر ليلي يكون مثلا فيه احماض فواكه جلايكوليك اسيد مره في الاسبوع او مره في كل شهر. طب ليه؟ عشان برضو يعني عارفين اللي هو تفاصيل بقى، يعني بنظبط البشره اكتر. لو في طبقات جلد ميته بنشيلها، لو في شوايب بنشيلها، بننظف المسامات اكتر. يكون مره كل اسبوع او مره كل شهر. روتين 10/10 مش ناقصه اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو يعني فيه معلومه كويسه ومفيده وواضحه، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وبرضه تسالوني في التعليقات لو حابين نتكلم عن حاجه تانية بعد كده او اي استفسار. وبس كده، اشوفكم على خير.